مشاهدينا، وبالحديث عن المشهد السياسي العراقي ينضم إلينا سيد محسن البهادلي المحلل السياسي من بغداد. أهلا بكم سيد محسن. يعني البعض يتوجس من نجاح السيد السوداني كون تلك الأمور من الممكن أن تعيد هيمنة حزب الدعوة تحديدا على صناعة القرار السياسي مجددا. كيف يعني والله تعلق على هذا يعني الطرح؟ الرجل من اجى السيد السوداني هو بعيدا يقول انا لا انتمي الى حزب الدعوه، انا اجيت اعمل لاجل العراق يعني حقيقه، لكن هو في الداخل وفي الباطن شكل وفي الظاهر شكل. هو اليوم على سبيل المثال لا يستطيع ان يحاسب فاسد ينتمي الى حزب الدعوه، اكيد هاي من يعني هذه من المفارقات حقيقه. الرجل يريد يعمل بإيجابية وبدأ بداية وخطوات إيجابية حقيقة، استطاع أن يجعل الشارع العراقي ويعيد الأمل ويعيد الثقة للشارع العراقي. إحنا ما يهمنا أن يعمل للعراق، ما يهمنا أن يعمل لحزب، أن يجعل من الشعب العراقي هو حزبه، لا يجعل الإطار وحزب الدعوة والحزب الفلاني هو يعمل باسم هذا الحزب. لا أبدا، لا نريد أن نعيد سيناريو رؤساء الوزراء السابقون الذين كانوا يعملون لأحزابهم. رئيس الوزراء يجب أن يكون شجاع وقوي، لا ينتمي إلى هذا الحزب ولا ينتمي إلى هذه الكتلة، حتى يتم النجاح بعمله وتكون مساندة قوية من الشعب العراقي، وحتى المرجعية تدعم هذا الرجل إذا عمل بانحيازية، لا يفرق بين مواطن ومواطن ولا يفرق بين العراقي في كافة المحافظات. إذن هو أن يبتعد عن الأحزاب وعن الكتلوية والحزبوية. إذا ابتعد هذا الرجل عن هذه الحزبية، أن يبتعد عن الحزبية، يستطيع النجاح. أما بقى تحت مظلة الأحزاب ومظلة حزب الدعوة فمن الآن أكتب له الفشل لا سامح الله. نعم، السيد محسن البهادلي المحلل السياسي من بغداد، شكرا جزيلا.